بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى إن شاء الله هفرز شوية خضار. هعمل بقى السبانخ هفرزها، وهفصص البسلة، وهعمل جزر. فصصت شوية بسلة بردك وشوية خضروات لسه. هنضف بقى الخضار وافصص البسلة وارجع لكم. هنفرز السبانخ وهنفرز البسلة والجزر، وهنبتدي باستعدادات لشهر رمضان إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير. اللهم صل على النبي. ابتدينا بقى بالسبانخ. طبعا بننضف العروق والحاجات اللي هي الزيادة دي، وننضفها كده ونخلي نسويها جنب بعضها كده، وبعدين نقطعها بالسكين. ننضف اي عروق وحشه فيها او اي حاجه، اي زيادات، وبعدين نقطع بقى الباقي. اللهم صل على النبي. جبنا بقى السبانخ كلها ونضفناها وقطعناها، شلنا بقى العروق اللي فيها دي، الحاجات الزياده، وبعدين قطعناها بقى كده ونضفناها من اي شوائب او اي حاجه. ده هنبتدي بقى النهارده في السبانخ. بعد ما شلنا بقى العروق منها ونضفناها، هنجيب بقى السبانخ بتحب الكزبره الخضراء والكزبره الناشفه برضه، بس بنجيب بقى الكزبره دي وننضفها بردك ونقطعها. بس طبعا عشان الكزبره تبقى صغيره لازم تتغسل لوحدها وتتقطع لوحدها. يبقى هنغسل السبانخ دي ونحطها في مصفى، وبعدين هنغسل الكزبره دي ونقطعها بعد كده ونحطها في مصفى، بس بعد ما تتغسل. قطعنا بقى السبانخ وشيلنا الشوائب اللي فيها ونضفنا الخضره كده. هنبتدي بقى نغسل السبانخ لوحدها، وبعدين نغسل الكزبره الخضره اللي هي الكزبره الخضراء، ونقطعها عليها بقى. قطعنا السبانخ وخرطناها بعد ما غسلناها غسله حلوه قوي بقى كذا مره كده عشان الرمله والتراب لو فيها. وبعدين قطعنا الكزبره الخضراء هي كمان. وعندنا بقى كوبايه شوربه اهي. هنحط السبانخ على الكزبره، بس خلي الكزبره في الاخر خالص، ونحط كوبايه الشوربه عليهم، وكل شويه نقلب كده. يبقى قطعنا السبانخ وغسلناها، والخضره غسلناها وبعدين قطعناها، وكوبايه شوربه، وهنحطهم على النار في حله كبيره. حطينا السبانخ اهي بقى على النار في الحله الكبيره كده، كل شويه بقى هنقلب من تحت كده. هتلاقي اللي تحت دبل شويه، بس ما نسكتش عليها عشان عايزينها خضره زي ما هي كده وعايزينها طازه. حطينا السبانخ بقى في حله اهي على النار، وعليها كوبايه الشوربه، وهنقلبها بقى معاها الكزبره، وهنقلبها من تحت كده كل شويه عشان لو حاجه دبلت تطلع لفوق وما تاخدش وقت على النار، بحيث تبقى خضره كلها في دقيقتين 2 وكلها دبلت. نقلبها كده في ثانيه واحده، نشيل من فوق لتحت كده، من فوق لتحت، ومن تحت يا دوبك شويه الشوربه الصغننين اللي احنا حاطينها. بتلاقيها دبلت على طول في ثواني اهو. بص دقيقتين وانا بقلبها على النار كده دبلت كده كلها اهي. كميه كبيره قوي اللي كانت موجوده اهي بقت في قعر الحله خالص، في القاع بتاعت الحله. هنسيبها بقى لما تبرد وبعدين نعبيها في الاكياس. ما شاء الله. خزننا السبانخ اهو، نحطها في الفريزر بقى ونستخدمها حسب ما احنا عاوزين. فرزنا السبانخ بالقيمه الغذائيه بتاعتها، وما تضيعش اي فايده لها.